انت لو بدأت مونتاج في 2026 بالطريقة الغلط فهتضيع على نفسك 6 شهور تقريبا، وتطلع في الآخر بتعرف تعمل شوية تأثيرات بس ما تعرفش تعمل فيديو يتشاف. وده بالظبط اللي بيحصل مع ناس كتير. ناس بتبدأ من شوية مؤثرات، وناس بتبدأ من افتر افكت، وناس بتبدأ من ام 100 ترانزيشن، وفي الآخر مفيش شغل ومفيش مستوى ومفيش أي تطور. فأنا كمصطفى لو أبدأ مونتاج من الصفر دلوقتي أقول لك تعمل إيه بالترتيب، وإيه الحاجات اللي أنت تفكك منها وما تشغلش بالك بيها، وإيه اللي يختصر عليك وقت كبير جدا. أنا أديك خريطة كاملة وواضحة جدا تبدأ من ايه وبعده ايه وفي الاخر ايه. فانت لو لسه داخل المجال جديد ان شاء الله تدخل المجال ده هتعرف اول خطوه وتاني خطوه وتالت خطوه كمان. اول حاجه ما تبداش بالبرامج، ابدا بالفئه. اكبر غلطه بيقع فيها اي مبتدئ ان هو بيفضل يدور على برامج ويتشتت نفسه على الفاضي. هو دايما بيسال نفسه اتعلم بريمير ولا افتر افكت ولا كاب كات، وده سؤال صحيح اي منتج لازم يساله لنفسه، بس هو مش اول سؤال لازم تساله لنفسك. اول سؤال لازم تساله لنفسك لو انت داخل المجال جديد تعرف المونتاج ده عباره عن ايه. وعلى فكره في ناس بقالها سنه بتتعلم مونتاج ولو اديتهم فيديو دلوقتي مش هيعرفوا يمنتجوه، لانهم حرفيا حافظين الادوات بس مش فاهمين اللغه. اول مرحله في المونتاج انت محتاج تتعلم 5 حاجات بس، في 5 اساسيات. اول حاجه القص، ان انت تقص الفيديو كويس وتشيل السكتات اللي موجوده في اي فيديو وتخلي الكلام متماسك في بعضه. تاني حاجه الترتيب على التايم لاين، يعني تفهم الفيديو ماشي ازاي والصوت فين والصوره فين والمشهد ده داخل على المشهد ده ازاي. تالت حاجه الصوت، وده اهم حاجه في الفيديو حرفيا، يمكن يكون اهم من الفيديو نفسه، لان الشخص اللي بيسمع الفيديو ممكن يتقبل ان الصوره بتاع الفيديو وحشه او الفيديو نفسه وحش، بس لو الصوت كويس والمعلومه قيمه اللي في الفيديو هيكمل معاك الفيديو ان شاء الله للاخر. رابع حاجه تعمل زوم ان بسيط، حركه بسيطه في الفيديو. الحاجات دي ممكن تدي احساس للمشاهد بحيث ان هي تشيل الملل اللي عند المشاهد. خامس حاجه ودي المهمه، ان انت لازم تتعلم تصدير الفيديو. اي برنامج سواء على الموبايل او البي سي ليه طريقه تصدير مختلفه، فانت كده وصلت لنقطه مهمه جدا، ودي حاجات كفيله جدا ان هي تخليك تشتغل حرفيا في المونتاج. فانت ما تحسسنيش ان انت لو تدخل المونتاج لازم تتعلم مثلا 80 ساعه شرح ولا حاجه على اليوتيوب. انت بس محتاج تعرف الاساسيات عشان تعرف تشتغل في المونتاج. اختيار البرنامج، انت بعد ما تفهم الاساس نروح بقى للبرنامج. فلو انت لسه بادئ من الصفر فانت مش محتاج 4 برامج، هو برنامج واحد يكفي بالغرض. فلو انت مثلا على الموبايل عندك في ان وكاب كات، ولو انت على الكمبيوتر عندك بريمير برو او كاب كات بي سي. بس المهم مش اسم البرنامج، المهم ان انت ما تطنش، يعني ما تقعدش يومين على بريمير وبعدها تقول كاب كات اسهل، طب ما اجرب افتر افكت. لا، المشكله مش في البرنامج، المشكله فيك انت، ان انت ما اديتش لنفسك الفرصه المناسبه عشان تثبت نفسك في المونتاج. رابع حاجه معانا ورابع عنصر اساسي معانا، وان انت ما تتعلمش بالمشاهده بس، لازم التنفيذ. يعني وانت بتتعلم لازم ان انت تحط ايدك في المونتاج وتشتغل بنفسك. يعني مش لازم زي ما قلت لك تسمع 80 ساعه كورس ورا بعض من غير ما تطبق حاجه، لا انت كده يعتبر ما عملتش اي حاجه نهائي. فانت لازم وانت بتسمع تطبق اللي انت سمعته، او بمعنى صح التطبيق بتاعك يكون اكتر من المشاهده. خامس عنصر معانا اساسي، وان انت تختار مشاهد صغيره تشتغل عليها زي الريلز مثلا. تختار بودكاست مثلا من على اليوتيوب تشيله تحمله من على اليوتيوب، وتختار ريلز قصيره منه، وتختار ريلز مثلا وليكن فيديو 15 30 ثانيه وتشتغل عليه، عشان حرفيا اكتر حاجه بتكسر نفس المونتير ان هو يحس ان هو بيعمل حاجه اكبر منه. فانت لازم لو مبتدئ في المجال تختار حاجه حنينه وحاجه بسيطه تطبق عليها الشغل اللي انت اتعلمته او شغل بسيط عامه. فانت لو اخترت حاجه كبيره ممكن تحس بتعب وارهاق في الاول بسبب ان الحاجه دي كبيره عليك، وممكن تتعجد اصلا من المونتاج تمام وتسيب المجال خالص بسبب ان انت بدات بدايه غلط، اخترت فيديو كبير تمنتج عليه وبالتالي عجدك في الشغلانه. فانت لا، انت ابدا بحاجه حنينه زي ما قلت لك وطبق فيها اللي انت سمعته وبس، انت كده زي الفل. سادس عنصر معانا هو التغذيه البصريه. التغذيه البصريه دي مهمه جدا جدا جدا. اي حاجه تشوفها على الشاشات سواء التلفزيون الموبايل الشاشات اي مكان عامه، يافطه مثلا في الشارع، اسال نفسك سؤال الحاجه دي اتعملت ازاي، وابدا فكر وشغل دماغك. مثلا فيديو ريل قدامك، القطع اللي حصل هنا اتقطع ازاي، الزوم اللي حصل هنا اتعمل ازاي وليه، السرعه اللي اتعملت هنا اتعملت ازاي وليه. فاهمني؟ الحاجات دي كلها بتسرع التفكير بتاعك وبتنمي فكره المونتاج عندك. فانت لو فكرت بالطريقه دي هتتعلم مونتاج بسرعه. سابع عنصر معانا وان انت ما تدخلش افتر افكت مجرد ان انت عايز تعمل شو، لان انا حرفيا المعلومه دي هتزعل مني ناس كتيره وهتصدمك. حرفيا في ناس كتيره بتتعلم مونتاج هي ما تعرفش حاجه عن المونتاج، بس دخلت افتر افكت على طول، او بمعنى صح اتعلمت في البرامج التانيه تعليم
قد يكون معدوم ودخلت افتر افكت. للاسف الناس دي بتتصدم بعدين لما تلاقي نفسها مش عارفه تجيب شغل ولا عارفه تطلع شغل نفسه، لان هي دخلت افتر افكت في الاول من غير ما تتعلم الاساسيات اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. فبالتالي هي بتطلع فيديو شكله جامد بس في نفس الوقت ميت، ما يديش معنى ولا يدي احساس ولا يعجب العميل اصلا ولا هو مطلوب في السوق. فانت ما تروحش تطلع فيديو كله حاجات هي مش مطلوبه في السوق ولا العميل طالبها ولا هي ليها قيمه اصلا. هي عباره عن استعراض قوتك في المونتاج، انت بتستعرض عضلاتك بمعنى صح. فانت اعمل لنفسك خطه 30 يوم. اول اسبوع مثلا اتعلم ازاي ترتب الفيديو، تقصه، تسرعه. تاني اسبوع مثلا ازاي تعمل زوم ان زوم اوت، تحرك الفيديو، تعمل موشن خفيف. تالت اسبوع ان انت تجيب مثلا ريلز تطبق عليه الشغل اللي انت اتعلمته اول اسبوعين. رابع اسبوع ان انت مثلا تجيب 3 فيديوهات عاجبينك من على السوشيال ميديا وتشوف الفيديوهات دي اتعملت ازاي، او انت تسال نفسك ازاي اعمل ال3 فيديوهات دول. فلو انت عملت كده بتركيز وبكل وضوح فانت مستواك حرفيا هيتنقل في حته تانية. ففي ناس بتلف حوالين نفسها شهور حرفيا عشان تتعلم المونتاج بالطريقه دي. تسع حاجه معانا وهي الماديه، وان انت ما تربطش نفسك بالبدايه بالماديه. يعني مثلا لما تبدا مونتاج تسال نفسك ازاي سعر الفيديو ده كام، المونتاج هنا بكام، طريقه الدفع هنا ازاي، لو انا عايز استلم فلوس مثلا من امريكا استلمها ازاي. انا كل ما افتكر الحاجات دي بضحك على نفسي. يعني انا اصلا كنت لسه ما بدات الشغل في المونتاج وداخل على جروبات المونتاج بقول ازاي استقبل فلوس من دوله اوروبيه. يا عم انت لسه اشتغلت، انت لسه جبت اول عميل. والله العظيم يعني انا بستغرب من نفسي اللي انا كنت بعمله ده، تضييع وقت يعني حرفيا بالهبل في حاجات انت مش محتاج اجابتها دلوقتي خالص. واكتشفت بعد كده ان انت لما تشتغل الشغل والله المعاملات الماليه والمعاملات الماديه دي اللي ما بين الدول والتانيه انت تلاقيها اتحلت ببساطه. يعني هتلاقي العميل نفسه اتعامل معاك وحلل لك كل حاجه، هيقول لك انت هتروح كذا وهدفع لك كذا وكل حاجه تمام. فانت ما تضيعش نفسك في اسئله انت مش محتاج اجابتها دلوقتي. 10 حاجه معانا وهي الاستمراريه حرفيا اهم حاجه في المونتاج. لان انت ممكن تكون بادئ مثلا بحماس وان انت داخل تتعلم هاي انكم سكيل وتتعلم مهاره بتدخلك دخل بالدولار ومتحمس على الاخر، وفي الاخر بعد 10 ايام ولا 20 يوم تلاقي نفسك وقفت. طب ما هو ده ما ينفعش. انت اقصى حاجه ممكن تحكم على نفسك فيها 4 شهور او 6 شهور يبقى انت كده فل الفل. وفي ناس ممكن تتعلم في شهر زي ما قلت لك. يعني انت ممكن من اول اسبوع تشتغل حرفيا على حسب ادراكك للحاجه والمعلومه. فانت قسم الجهد بتاع التعليم بحيث ان انت تستمر اطول فتره ممكنه. تمام، يعني مثلا حتى لو تتعلم ساعه في اليوم، ساعتين، ربع ساعه، 5 دقائق. اهم حاجه الاستمراريه، ان انت كل يوم في استمرار على الحاجه وفي استمرار ان انت بتتعلم الحاجه دي. لان انت كل مره انت بتكتسب مهاره وانت مش واخد بالك منها. يعني مثلا تفهم في يوم مثلا انت بتتعلم الصوت الكويس، في يوم مثلا انت بتتعلم ترانزيشن كويس، في يوم مثلا بتتعلم ازاي تقطع الفيديو كويس. فانت كل يوم في معلومه انت بتكتسبها وانت مش واخد بالك. فانا كمصطفى اختصرت عليك طريق طويل جدا 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 في المونتاج. لو انت مشيت بالخطوات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو النهارده والله هتختصر على نفسك شهور كتير في المونتاج.